آنساتي سادتي. كرة ملعوبة على الجهة اليسرى، محاولة إرسال كرة عرضية خطيرة بالراس، ممكن كرة أمام المرمى ولكن عرضية كانت جميلة طبعا من كيبانو، أرسلها عرضية ولكن حارس المرمى خروج موفق هنا في هذا المكان الذي أنهى فيه مرارات الموسم الماضي بابتسامة كانت أمام الزعيم العناوي. طلعت العروبة ثانية في المباراة، كرة عرضية خطيرة لكن في كلتا المباراتين وبالتالي يسعى العروبة. كذلك كرة أمامية ممتازة، تبادل كرات خطيرة، تغطية حاضرة من المدافع العودة، كل الكرة على الجهة اليسرى. يا سلام، أكثر المتحركين حتى الآن كيبانو في محاولة مرور ينجح في الأول. هذه محاولة عرضية خطيرة ولكن مبعدة الكرة من دفاعات بكر. بمر لك كرة أمامية داخل منطقة الجزاء ولكنها بتتخلص من النني، ترسل كرة إلى الأمام ممتازة. الله يا النني، الله على لمسة ممتازة وصلت لكوباني في محاولة، مرات كيبانو بيرجعها مرة أخرى النني بيرجع الكرة من جديد، محاولة للتسديد خطيرة الله، ولكن تصدي أيضا كان جميل، كانت حلوة من اللاعب مامادو كوليبالي بالراس. النني يطلب الكرة ولكن هنا عرضية خطيرة بتمر أمام النني خطيرة مبعدة إلى خارج أرضية الملعب. حلوة لو وصلت الجزيرة، لكن الاعتماد على الهجمات المرتدة تبدأ مع تراولي. الكرة بتتخلص بالنسبة لفريقنا للعروبة، عرضية خطيرة أمام المرمى، تصبح الآن عند كيبانو بحاول مر، ممكن خطير كيبانو، يا سلام، خطيرة تسديدة من النني، حلوة كانت من النني. الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، يا سلام على تسديدة جميلة. كرة من جديد لمصلحة فريق نادي العروبة أمامية في وسط الملعب. أحمد ربيع، علي خسيف يبعد الكرة إلى الأمام، تعود لتراولي، يسقط خطأ لصالح فريق نادي العروبة. اعتذار جميل من أحمد ربيع، محاولة خطيرة، محاولة المرور، محاولة التسديد ما زالت أخطر والكرة تتهيأ في مكان خطير، تسديدة قوية ولكن ما زالت أخطر. العروبة يبحث عن هدفه الأول لمصلحة فريق نادي الجزيرة. هنا عرضية قد تأتي تسديدة، محاولة لصالح فريق نادي طبعا فريق نادي العروبة أو لمصلحة فريق نادي الجزيرة. أصبحت الآن كرة إلى الأمام، مرتدة خطيرة محمد واللاعب طه، بينطلق محمد رضا الذي عين أكثر من 36 خطيرة على الجهة اليسرى، تمريرة إلى الأمام ما زالت خطيرة، فرصة محاولة لفريق نادي الجزيرة. الكرة وصلت لرامون، هذه كرة عرضية لكن لخليفة الحمادي، طلب كرة في الأمام هناك على الجهة اليسرى، محاولة الانطلاق. الكرة ما زالت تبدو خطيرة لصالح فريق نادي الجزيرة. الله، تتهيأ الكرة في مكان، ممكن تسديدة، الله، حلوة من كيبانو، تسديدة بتمر إلى خارج أرضية الملعب. كرة اللعب أمامية، عودة لحارس المرمى علي خسيف داخله وهي ماسكة يعني أيادي لاعبين كبار مثل سلجادو، مثل الله على الأهلي الذي لا يفوز ويحصل على البطولات فقط بل إنه يصنع كذلك النجوم. هنا كرة ملعوبة عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء بالراس، مجموعة من الأسماء، كرة عرضية عالية بالراس يهيئها النني، خطيرة، ممكن جول، الله، يسجل محمد ربيع يعيد ربيع الجزراوية مرة أخرى ويسجل هدف التقدم من كرة راسية، من صناعة جميلة كانت براسية خلفية من محمد النني، وصلت لمحمد ربيع، سجل من خلالها هدف المباراة الأول. محمد ربيع يسجل الهدف الأول لفريق نادي الجزيرة. إذا يتقدم الجزيرة في اللحظات الأخيرة. متبادلة ما بين لاعبي فريق نادي العروبة، عرضية أو أمامية تصل طويلة لكن مبعدة بقراءة ممتازة من المدافع محمد العطاس، يرسل كرة على شكل ركنية، هذه كرة أمامية، محاولة لكن أقرب لمحمد ربيع. حكام الفيديو هذا الموسم الحقيقية التي يبحثون فيها عن الانتصار الأول. لمسة على الجهة اليمنى، انطلاقة لصالح فريق نادي العروبة، وهنا إبعاد الكرة من ريتشارد أوكونور، الكرة تطلع إلى خارج أرضية الملعب. هذا هو ريتشارد
اوكونور بحثا عن هدف التعادل بالنسبة لفريق نادي العروبة. عرضية بالراس ما زالت خطيرة، عرضية ما زالت ساقطة أمام مرمى علي خسيف، بتتخلص وعدت لبيتريتشو. عرضية ولكن أيضا النني يتدخل والمطالبة بوجود لمسة يد، المطالبة بوجود لمسة يد. عروبة محاولة تهيئة كرة وتسديدة ولكن أيضا تبعد من المدافع لجماهير فريق نادي الجزيرة. خطأ من النني، الله على الارتداد، تبدو خطيرة لصالح فريق نادي العروبة، فرصة لتسجيل هدف التعادل لكن كذلك المدرب البرتغالي لفريق نادي. خطأ تعود لصالح فريق نادي الجزيرة، تتهيأ هذه فرصة تسديدة ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. كانت من برونو، محاولة لصالح فريق نادي الجزيرة، عرضية خطيرة أمام المرمى ولكن يتدخل المدافع. ما زالت أخطر لصالح فريق نادي الجزيرة، بتتهيأ فرصة أمام المرمى، فرصة جول لكن الكرة بتتخلص قبل ما توصل لكيبانو. تخلصت من دفاعات فريق نادي العروبة. ثاني يؤمن فيه النتيجة. هذه كرة عالية، خليفة الحمادي وصلت في مكان خطيرة. أوه يا الله، حلوة من مامادو، حلوة من كوليبالي ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. يلعب الكرة بشكل سليم لكن مقروءة بشكل جيد من اللاعب محمد ربيع. المباراتين اللي واجه فيها الجزيرة في تاريخ فريق نادي العروبة انتهت بنفس نتيجة هذه المباراة، 1-0. يرسل كرة إلى الأمام باتجاه عبد الله أنور لكن الضغط موجود من المدافع وكرة تعود لعلي خسيف. يخرج علي خسيف من مرماه ويبعد كرة بهذه الطريقة. تبديل آخر أيضا عبد الله إدريس، مطلوب هذا التغيير تحديدا حقيقة. يغادر أرضية الملعب محمد ربيع إذن وسيكون بديلا له اللاعب عبد الله إدريس، يعني ممكن يكون في أكثر من ذلك. عموما كرة عرضية داخل منطقة جزاء، هذه تتهيأ تسديدة، الله ما زالت أخطر. لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. تنسرع عبد الله، عرضية من عبد الله إدريس أمام المرمى ولكن المدافع يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. هذه اللقطة، هذه كرة عرضية عالية وبالراس ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. اكتساب الوقت المحتسب بدل الضايع اللي أكيد موجود طبعا. كرة ملعوبة بتراولي خطيرة محمد، كرة لصالح فريق نادي العروبة، محاولة المرور من تراولي، يا سلام عدى خطيرة، توغل، ممكن كرة، الله الله الله. حارس المرمى علي خسيف، شوف اللقطة اللي اصطدمت طبعا في اوكونور ووصلت بعد ذلك لحارس المرمى. فريق نادي الجزيرة الضغط موجود، يا سلام، محاولة فرصة لصالح فريق نادي الجزيرة خطيرة أمام المرمى، فوق ركلة جزاء. إضافة الهدف الثاني الآن بعد هذا التدخل وبهذه الطريقة، فرصة لإضافة هدف ثاني لصالح فريق نادي الجزيرة. يريد عموته حتى كان فرصة الهدف الثاني، فرصة جول، الله، واحتفالية من كيبانو الذي يستحق حقيقة هذا الهدف، هدف ثاني يريح السيد الحسين عموته. يعني أنا أتمنى من الجميع أن لا يحكم على الفريقين في ظل هذه الأجواء. ننتظر دخول الشتاء، ننتظر الأجواء الجميلة، فما بالك إذا لقى أجواء أفضل. هذه كرة عرضية عالية، خروج علي خسيف، رشاقة أناقة في هذا الموسم يبدأ من خلاله. سيداتي أنساتي سادتي مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان.